شزربل تريبوش خنو جي شخش عبد الهادي أدغتش تخين يجن ديستقي تشتش شخي دقمة قوابة شخم الله حقوق زكاة يصجأته بلان. أعزائي الطلاب، نتابع الآن الدرس الجديد ومع الحرف السابق الذي كان في الدرس السابق حرف و أو وي وي. عندنا هون في أعلى الصفحة في بعض أحرف العلة. هدول الأحرف العلة راح يحطوها بكثرة في كل الصفحات تقريبا مشان تحفظوهن. الحرف العلة الأول بعدين الفتحة بعدين الكسرة بعدين الواو و أو وي. أما ما بصير في للو حرف ثاني بشكل الحرف واو فتحة. أيوة. إذن هذا الدرس هذا تكملة للحرف الو أو الوي. بنشوف بالصورة صورة مطرقة تشاكوش، وفي أيضا الكلمة ناقصة حرف واحد. هالحرف الواحد مثلا للي بيعرف اللغة بيكملها يعني بكل سهولة، للي ما بيعرف معلش نحن راح نخليه يعرف، راح نكتب له الحرف مشان يعرف. أول كلمة وات الكلمة ينقص حرف التاء، حطينا حرف التاء صار وات. المستطيل الملون تحت كل مطرقة مبين انه في حرف عادي، حرف علة، حرف عادي، حرف علة. بعدين في الكلمة اللي بعدها وانه كمان منقصين حرف وانا سرج حصان وانا. ايوه. وانا كان ناقص حرف النون، حطينا حرف النون صار وانا. 4 حروف، حرف عادي، علة، عادي، حرف علة، وانا. الصورة الثالثة صورة طائر بري، يقولوا قراو، بالتشركسي اسمه قراو. ما بعرف، في بعض القبائل بيسموه حمام بري، في بعض قبائل بيسموه أبو الملك الحزين اللقلق. هذا قراو طائر بري موجود بالقفقاس، ولكن نحن بنعرف اللقلق شكلا منقاره أطول من هيك بكتير، ومعلش نسميه قراو. طبعا ما كاتبين تحته قراو، ما في داعي انتم كمان تكتبوه، بس نحن عم نلكن اسم هالطائر قراو. حتى في أغنية بالتشركسي بيقول قراو خر. ايوه. الكلمة تحت في صورة لفارس او صورتين، صورة دمية راكب فرس خشبي، وصورة فارس حقيقي يركب حصان. الكلمة ناقصة حرف الشين اللي عليها شدة طبعا. شو فارس خيال، فارس أو خيال.
إذا نرجع من الدرس من أول. في أعلى الصفحة هناك حروف العلة. حروف العلة راح تمر معكم كثير كما ذكرنا. أول حرف هو الآ، بعدين الفتحة، بعدين الكسرة، بعدين الأو. أو أو وي و. الصورة الأولى مطرقة. المطرقة وات الكلمة ناقصة حرف واحد وحرف التاء، بصير وات مطرقة. وات مطرقة. بعدين بصير وانا سرج. وانا سرج. كمان الصورة الكلمة ناقصة حرف النون، حطينا حرف النون صار وانا. بعدين في الصورة الثالثة طائر بري بيسموه قراو. طائر بري، وليكن اللقلق أو المالك الحزين بيقولوا اللقلق القراو. في صورة على اليسار ما ذكرنا هذيك المرة بنعيدها هلا. تشاتو قط. تشاتو قط. تشاتو. لا تكتبوا الكلمة اللي ما مكتوبة لا تكتبوها، بس نحن عم ننقلكم عليها مشان تاخذوا فكرة. تشاتو قطة. تشاتو قط أو قطة. تشاتو. تحت بالصورة في فرسان 2 دمية على حصان خشبي والشب على حصان حقيقي. هذا الشو وهذا الشو. طبعا الشو الثاني الكلمة ينقص حرف شين. نحن منقصينه مشان الطلاب يكملوها. شو فارس. لحد يفكر ان الشو هو اللبن، لا، اللبن له لفظ ثاني. الشو الشين والخي والكسرة والواو. اللبن الشو، اما الفارس شو فارس. ننتقل إلى الحرف الثاني والدرس الجديد. الحرف الثاني هو حرف الياء المكسورة. الياء اللي تحت كسرة. هذا الياء ما بصير يكون فوق فتحة، ما بصير يجي بعد فتحة، لأنه هاي بالأساس ياء مكسورة. والياء المكسورة إلى نوعين من الكتابة، مطبعي ويدوي أو كتابي. المطبعي له شكلين، الكبير والصغير، والكتابة أيضا له نوعين، الكبير والصغير. بيجي معناته كمان 8. بيجي كمان معناته الرقم 8. بيجي معناته ضمير الشخص الثالث المفرد للأشياء. ما لأعضاء جسم الإنسان لا، بس للأشياء. بالصورة اليسارية في سلة مليان تفاح وفي حرف ي بس. شو ناقص حرف الزين؟ بصير يز معناته ملآن مليء. مليء ملآن. يز ياء مكسورة وحرف الزين يز ملآن. الكلمة الثانية طابة كبيرة. الطابة ما ذاكرين شو طابة، بس انه في كلمة صغير وكبير. في حاطين حرف الياء وحرف الكسرة. نحن بنحط بيناتهم حرف النون بصير ين كبير. إذن ين كبير.
والكلمة الثانية ما مكتوب تحت شيء، بس معلش تسكو، تسكو صغير، تسكو صغير. انتو عليكم تكتبوا الكلمات المكتوبة فقط، هذوليك راح يمر معكم بالدروس القادمة. ين ين يز ين يز وين يز ملآن ين كبير. هنا والأولاد عم بيلعبوا بالطابة. في تحت مستطيلات فاضية لازم تملوها. انت طبعا بيمليها الواحد لما بيكون بيعرف لغة، اما اللي ما بيعرف لغة ما بيمليها. ما في داعي تشغلوا حالكم فيها، لا راح بعدين تعرفوا. ولكن نحن بنعطيكم مثلا الأولى تشالخر مجاقوخ، تشالخر مجاقوخ. بعدين هذا بالنسبة للصورة من فوق. أما الصورة من تحت بشاشر تشالم ثيجاغ، بشاشر تشالم ثيجاغ. تشالخر مجاقوخ الأولاد يلعبون. أما تشالم بشاشر تشالم ثيجاغ معناته البنت تلحق بالولد، تجري خلف الولد. إذا بنعيد الدرس كمان من أول حرف الياء. حرف الياء، ياء المكسورة ي. له شكلين، شكل مطبعي وشكل كتابي. كل شكل أيضا له نوعين من الكتابة، كبير وصغير. الكلمة الأولى على اليسار كلمة ناقصة حرف. الحرف هو حرف الزين، الحرف هو حرف الزين. يز، يز ملآن مليء. يز ياء مكسورة وحرف زين، يز ملآن. بعدين ين كبير، طابة كبيرة وطابة صغيرة. الطابة الكبيرة ين، ين ين كبير. طبعا كلمة ناقصة حرف النون حطيناها مشان تكمل الكلمة ين. أما الطابة الصغيرة تسكو، تسكو، تسكو صغير، تسكو صغير. تسكو لا تكتبوها هلا، طويلة شوي عليكم، معلش لا تكتبوا غير الكلمات المطبوعة بالكتاب، راح يمر معكم في دروس قادمة. تحت بالصورة في أطفال عم بيلعبوا بالطابة فوق، وتحت في بنت لاحقة ولد. اللي عم بيلعبوا بالطابة، الطابة باللغة الشركسية معناته براغ، براغ أو أقواو، أقواو أو براغ. هنا في مستطيلات تحت، مثلا في مستطيلين للصورة الفوقانية تشالخر مجاقوخ، تشالخر مجاقوخ الأولاد يلعبون. أما في 3 مستطيلات للصورة التحتانية بشاشر تشالم ثليجاغ، البنت تلحق بالولد. طبعا المفعول به يسبق الفعل باللغة الشركسية دائما. لما بيكون في فعل متعدي يعني في مفعول به، المفعول به يسبق الفعل. تشالر بشاشم ثليجاغ، تشالر بشاشم ثليجاغ يعني البنت عم تركض وراء الولد. هلأ بننتقل لحرف جديد ودرس جديد أيضا. حرف جديد ودرس جديد. الحرف هو كمان من حروف العلة، كمان من حروف العلة. واو عليها فتحة دائما وأبدا. هل حرف واو عليها فتحة، لا بصير كسرة ولا بصير ألف ولا بصير فتحة ولا شيء أبدا. و إلى شكلين من الكتابة مثل الأو بالإنجليزي بالضبط.
وحرف مطبعي كبير ومطبعي صغير، وحرف كتابة كبير وحرف كتابة صغير، وكله مثل الإنجليزي بالضبط، حتى بالموصل كمان نفس الميزات بهالحرف. بالصورة على اليسار في صورة بلطة. البلطة إلى عدة معاني باللغة الشركسية. إحدى هذا المعاني وش وبزع كمان فيه، وفيه كمان وتشفي. أما وش البلطة، وش البلطة يعني اللي الطرف من قدام طرفه حاد، يستعمل في تقطيع الأغصان، في تقطيع الأشجار. وش هون حرف الشين ناقص الحرف، لأنه في حرف وكسرة، بنحط بيناتهم الشين بصير وش. وش معناته بلطة. وش معناته بلطة. ننتقل للصورة الثانية. الصورة الثانية ودجن جرس كبير جغرو، الجرس الصغير. أما ودجن جرس هذا، وحتى الناقوس أيضا يقولوا له ودجن. ودجن ما كاتبين شو اسمه لأنه كلمة طويلة، وحسنا فعلوا، بس مشان تشوفوا استعمال الحرف و بالكلام. ودجن جرس. هون بالصورة ولدين، واحد عم بيقول انت وواحد عم بيقول انت، لأن كلمة بالشركسي إلا عدة معاني. وأنت ضمير الشخص المخاطب، معناته فعل أمر اضرب، فعل أمر اضرب. ومعناته الكون، ومعناته الطقس واشة لون الطقس. ما واشة السماء وقو. أما واشة دوشتي واشة يعني كيف طقسنا، مثلا وش وس وايا ويالا إلى آخره، في كتير كلمات. لأنه طقس طقس، حرف واو فتحة لحاله هو طقس. بيجي معناته كمان اضرب، فعل أمر اضرب. وإله معاني تانية كمان، بس نكتفي بهالمعنيين هون. هذوليك المعاني راح يمروا معاكم. تحت في صورة دمية في قارب، ولكن في حروف علة نقرأ هون. حروف العلة فتحة، كسرة، ياء مضمومة، واو مضمومة، أو ياء مكسورة، واو مفتوحة، واو مفتوحة. منعيد أحرف العلة. هذول كلهم أحرف علة. وفتحة، كسرة، أو وي كمان حرف علة. ياء مكسورة، بعدين واو مفتوحة دائما. هون في 3 مستطيلات لازم نعبيهم. طبعا هذول بيعبون الطلاب اللي بيعرفوا لغة، عم بيتعلموا، ولكن معلش. مثلا تشالر قاشم يس، الولد في القارب. تشالر قاشم يس، الولد في القارب. هذا الدرس حرف الواو، منعيده بسرعة معلش مرة ثانية.
الوه من حروف العلة، وه معناته أنت، وه معناته اضرب فعل أمر، وه معناته الطقس، وه معناته الكون والعالم، وهكذا. طبعا شكلين من الكتابة. على اليسار في وش، وش معناته بلطة، وش بلطة. على اليمين في صورة جرس، ودجن، ودجن جرس، حتى الجرس الكبير، حتى الناقوس بيسموه ودجن. صورة لولدين، واحد كل واحد عم بيقول للثاني هو يعني انت، لا بيقول للثاني انت، انت انت، يعني متنازعين عم بيقولوا لبعضهم انت لا انت لا انت لا انت. بالصورة اللي تحت في حروف علة، في حروف العلة. حروف العلة هدول راح يمروا معنا بكل صفحة لأنهم ضروريات جدا جدا جدا. ضروريات طبعا مشان الكلام، مشان يستقيم الكلام. فتحة كسرة واو مضمومة ياء مكسورة واو مفتوحة، واو مفتوحة بس. بعدين في تحت الصورة 3 مستطيلات بدنا نعبيهم ب3 كلمات. تشالر باشم يس. الولد في القارب جالس في القارب، الولد جالس في القارب. ننتقل لحرف جديد ودرس جديد أيضا، حرف الميم. ما حرف الميم معناته رائحة، معنى ما معناته رائحة، ما رائحة. على اليسار في صورة فريز. الفريز بالتشركسي تشمبة، تشمبة لا تكتبوها حرف طويل ما بيلزمكن، تشمبة راح يمر معكم. بعدين على اليسار في مأرس، مأرس، مأرس التفاح، التفاح المزروع في الدار في البساتين، زراعة يدوية بيقولوا له مأرس. أما اللي عايشين بالغابات طبيعي بيقولوا له لا التفاح ولا الشجر. 100 معناته منطقة مليئة بأشجار التفاح البرية. هنا في حرف الميم بعد أحرف العلة اللي صارت يعطي معاني. ما اكتبوا هالكلمات. ما خذ فعل أمر، ما رائحة، هذه، مو إلى هنا، ما له معنى هؤلاء، هؤلاء. إذا منعيد ما خذ، ما خذ، رائحة، هذه، مو إلى هنا، ما له معنى مو هؤلاء. هون بالصورة مثلا في ولد، في أم عم تعطي ابنها كتاب عم تقول له ما وما خذ. وهنا في الصور تحت كلمات فراغات لازم نعبيها، ما ضروري تعبوها لأنه هدول كلمات طويلة، لسه ما أخذتوا الكلمات الطويلة، لساتكم بالكلمات القصيرة، ما في داعي. بس كلمة ما، هنا في ولد عم بيعطي البنت تفاح، عم بيقول لها ما خذي، ما خذ. إذا منعيد حرف الميم، ما رائحة، على اليسار تشمبة فريز، تشمبة فريز، مأرس تفاح، تفاح مزروع بساتين أو بالدار مأرس. بعدين في ما خذ، ما رائحة، ما رائحة، هذه. أو بيجي كمان تفاح، تفاح بري اللي بيعيش بالغابات بيقولوا له ما
التفاح بيصير للصجر ولا للماء. مو إلى هنا، مي ما له معنى، مو هؤلاء. هون في عم تعطي للبنت كتاب، عم تقول لها ما الصور المكتوبة تحت لازم تعبوها كلمات، بس كلماتها طويلة، لسه ما فتوا بمجال الكلمات الطويلة، وأرجو أن تكتبوا هذه الكلمات وتحفظوها. أعزائي الطلاب، إلى هنا ننتهي من هذا الدرس حرف الميم. أرجو أن تنتبهوا إلى حروف العلة، ستساعدكم كثيرا في لفظ اللغة، نطق اللغة نطق صحيح، وأن تحفظوا الكلمات الجديدة الواردة في الدرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.